يسحبني على الشمس. وين راحت الشمس؟ معه ونعود الشمس معه. والبنات يدورون الضيت، وين المكان الضيت زي قاعدين فيه، تلقاهم دائما انهم في علو درجه ولا قاعدين على صندوق سيسه. والمهم انهم ما يبعدون عن العز عشان يكشكشون عليهم زين في غفلته. يوم فاض عليهم هاللي راعي البيت اللي اسمه سليمان، يوم فاض ولا والله وحده من العجز متوسط لها جلال وتسولف على وحده تناظر راسها تلمسه وتحسي عليها عن رجل لها ميت من 50 سنه، تقول اني ما لقيت عقبه رجال سرعين. والثانيه تحسي على الثانيه اللي جنبها عن اخولها ضاع في الحج ل 30 سنه الى الحين ما لقوه. والرابعه هي اللي لاقته. قالت وش عندكم يا ابو عمر؟ اسمع حسكم طالعا في المجلس. وش عندك؟ قال والله عندنا القاضي ترى احنا وياه انه يجيب قصيده ما فيها طاري غزل والظاهر انه يغلبنا. قالت وانتم خايفين؟ قالوا والله خايفين يغلبنا ياخذ عليه يصير علينا الرهن. قالت ودك ما يغلبكم؟ قال والله تكوش السوات. قالت خل الغضاره ابدا انت بي فيها امان. قالت الحين تصلكم بس خلها عندنا هنا وروح ادخل بس ما عليك. قالت ادخل روح هناك. ولا بدا في القصيده وجاء في النص بس طق لي بالفنجان ولا اشرني عطنا اشاره وانا لك شغل نرقيه الرصيف. ولاك العجوز اللي شامطها الشيء بعيونها سنه قروش مدفنه. شامطها راسها متسلسل، اولها اسود وسطها حمر وعلوها ابيض، 3 الوان. المهم خذت الغضارة منه وقالت خلها وراح ودخل عنده. قامت هي وتخيرت من البنات مجموعة يجي 6 7 بنات كذا ولهم كل واحدة مربربة ما شاء الله عليها. اي والله عرتيبة سنة براطم من الفتوة وعيون وهدب عين فتحت ولا غمضت سنة تنادي. هدب العين يمشي عليه الجربوع. نعم. وجميلة وهكا المبسم اللي يلا تدخل مع العنب يمكن أكثر أكلها سوايل يقولون كذا ولا ما أدري. الحاصل نادتها وقالت تعالي. ساعة صغيرة يعني بس شبابها زين، شبابها زارد ما شاء الله. ما الحين عند الأولين اللي شافوا البنت اللي شبابها زارد ولا طايل قبل وقتها قالوا موافد مركزها يعني مثل الخلل اللي على جلساتي ما يبي لها ماء. الحاصل قالوا تعالي البسي روحي وين ثوبك الاسود ولا من اول ما فيه ثياب ما فيه الا لونين يا احمر يا اسود بس. فلبست هكا الثوب الاسود وهي بيضة سنها نجفه. الحاصل قالوا امسك الغضارة هذه بالماء وقعد عند الباب. ولا قلت لك ادخلي بسرعة البرك حطي الغضارة بس وانت ماشية. بعدين البس الخلاخ. وين خلاخيط؟ قالت عندي الخلاخيط. لبست الخلاخيط. قال ارفع الثوب عن الخلخال شوي. عاد ترفع بيدها اليسار سنة شيلت النملة والخلخال باين. والغضارة مع تدفقت الغضارة 3 مرات لأنها حفزة ما حفزة وباشة في وجهها العرب وزايدها جمال. والبنات اللي أقل منها جمال يضحكون عليها وهي تقول ما لقيت ولا أنا بس امسك الغضارة لا تحركين. ماسكت الغضارة وعند الباب. الرجال قد دخل في البيت في المجلس عند القهوة. يوم جلس أنت راعي البيت. قال للقاضي وش تبي تقول؟ قال بجيب قصيدة حول القهوة ماني مبعد. قال بس بشرط ما فيها قال طاري غزل. قال ابدا بشرط. قال توكل على الله. قال يامل قلب كل ملتم الاشفاق من عام الاول به دواتيت وخفوق يجاهد جنودا في سواهيج الاطراق ويكشف له اسرار كتمها بصندوق لعن للتذكار الاحباب واشتاق باله طف بخاطره طاري الشوق قربت له من صافي البن ما لاق بلسف نازيها عن العذف منسوق احمس 3 ينديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق حذراك والنية وبالك والأحراك واصحى تصير بحمسة البن مطفوق
الاصفر لونه ثم بشت بالاعراق، صفرا سما الياقوت يطرب لها الموق، وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحة سما العنبر بالانفاس منشوق. وش يسوي؟ قال دقه بنجر يسمع كل مشتاق، رعى الهوى يطرب الى دز بخفوق، يعني اللي خلى النجر يدق في الجنب ويرن، رعى الهوى يطرب الى دز بخفوق. وبعدين قال ولزم بدلة مولع عن سنها ساق، مصبوط ينتقل غرنوق، خلت تفوح وراعي الكيف يشتاق، الى طفح له جوهر صح له ذوق، اصغر قموره كز مرت بلا شعاق، يعني عن زبد القهوه، اصغر قموره كز مرت بلا شعاق، وكبارها الطافح تمه صافيه الموق. وبعدين قال وزله على وضح بها 5 سرناك، هيل ومسمار بلا اسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري الى انساق، والعنبر الغالي على الطاق مطبوق. بعدين اشرح لكم وش هو الزعفران والشمطري والامور ذي. نعم، على الطاق مطبوق في الاجتماع هذا وهذا باتفاق، يعني باتفاق. وفي صبه تسفيت العوق عن كل مخلوق. وش يصب في قلب فنجال صين زاهي عند الارماق، يغضي بكرسية سمغضاي غرنوق، الى انطلق من ثعبته يوصف لون القهوة وهو نازل من مع ثعبة الدلة. قال الى انطلق من ثعبته تقل شبراك، رنقا تصور بالحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه الى راك، دم الغزالي لمزع منه معلوق، ذوقه الى منه تسلسل بلا رياق. الحين البنت ترى واقفة والما تدفن، واقفة عند الباب وحفزة وباشن في وجه العرق ومزيوتها جمال. نعم، وحفزة بغير تعضض براطمها ما لها شغل من الزمن، تعضض البرط ما اسفل بس ولا الفوق الحين. المهم وش بلاكم انتم تمكم افشار في الزدر؟ كل ما قلت كلمة حول الغزل اركدوا. ترى كل هذا في القهوة، ما دخلنا في المشفر ترى. قال الى انطلق من ثعبته تقل شبراك، رنقا تصور بالحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه الى راك، دم الغزالي لمزع منه معلوق، ذوقه الى منه تسلسل بلا رياق، عليه مما صافي الورد مذلوق، راعيت سن الشارب بالريت. الحين البنت واقفه لسه ما بعد دخلت. راعيت سن الشارب يعني راعي الفنجان، راعيت سن الشارب بالريت ترياق، كاس الطرب وسرور من ذاق له ذوق. يوم مرت البنت قال يحتاج من بيض العذارى الى باق، واحده زي هذه رقى الرصيف ولا لا؟ قال يحتاج من بيض العذارى الى فاق، طفل يمز شفاه والعنق مفهوق، الطفل صغير الغزلان، طفل يمز شفاه والعنق مفهوق، عبث يعيل بحبته ما بعد ما، وهو يضاهي زاهي البدر بشعوق، في وجنته الى غنج ذوح براق، عجل الرفيفه بطها مزنه طبوق، سحر كتب من حبر عينيه بوراق، خديه صادين ونونين من فوق، سن العرق بخدودها حص الارناك، نثر على صفحات بلورة الشوق، وبالعنق سن المسك والورس براق، ما مش خصن اللي هو ماء الفضة، ما مش خصن في صدري الشاق مدفوق، وبودليز سن بطرافه احلاك، حدر البريم وهافي الوسط مسروق، يمشي برفز خايف مدمج الساق، يفصم حجول نظامها الثقل من فوق، اظن لو يمشي شقاقا بلا سواق، يعني دلع، اظن لو يمشي شقاقا بلا سواق، من الملا ما ينطخ الخمس مخلوق، قلبي مع الدلال يجلب بالاسواق، وعامين عند معزل الوسط ما سوق، لكن ايش الى حصل لك ساعة وانت مشتاق، في قطف زهر ما لاق والعمر ملحوق، فلا حضر ما قلت عندي فالارزاق، بيد كريم كافل كل مخلوق، هذا وصل وعد ما ناض براق، على النبي الهاشمي خير مخلوق. سلامكم تعيشون. ترى يوم يقول الشبراق يوم يوصف، يوم يقول إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، كثير من الشباب ما يدروا وش الشبراق. الشبراق يوصف لون القهوة وهي نازلة في الفنجان مثل الشبراق. الشبراق تعرفون زن النخلة إلى فلقة النخلة،